شايف النيل ده واسع وهادي وفيو تحفه، بس انت مبسوط هنا اكتر ولا اللي عايش هناك في الدور العاشر؟ حابب تشوف الفيو؟ تعال اوريك. دلوقتي انا واقف على نفس الارتفاع اللي ماونتن فيو جوريان مبني عليه، يعني وانت قاعد في فيلتك ده الفيو اليومي اللي بتصحى وبتشرب قهوتك عليه. عرض النيل هنا 120 متر بس، ما بالك بقى لو 200 متر زي ماونتن فيو جوريان. طب تخيل بقى معايا انك عايش في واحده من الجزر بتاعت ماونتن فيو وقدامك بانوراميك فيو بيوصل ل 3 كيلو ونص والنيل كله حواليك وبدون اي عوائق، وجنب الفيو الشمس والهواء النظيف اللي بيدخلوا بيتك، لان كل الوحدات في جوريان بحري ومش هيبقى فيه عربيات ولا زحمه، يعني مفيش دوشه ولا في عوادم، بس انت والنيل والوجه الحسن. وبعدين تعال نبص على ديزاين الفيلات دي، سيجنتشر ماونتن فيو، الابيض والازرق اللي بيبسطك من اول نظره. تخيل فيلا زي دي بس على نيل عرضه 200 متر، ولو مش فيلا عندك الابارتمنتس 1 بيدروم و2 بيدروم و3 بيدرومز، عندك هاي فيلاز جاردن وهاي فيلاز روف، عندك الفيلل كل المساحات من اول التاون هاوسز لحد اللكشري فيلا والنايل كراون. يعني ايا كان ستايل حياتك هتلاقي بيتك في جوريان. والاهم من كل ده انك مش هتشيل هم التشطيب خالص، لان كل الوحدات بتتسلم متشطبه في جوريان. الزمالك الجديده تكون ماونتن فيو جوريان. دلوقتي تقدر تعيش وانت مبسوط على النيل وتقسط على 8 سنين في وحدات كلها متشطبه. اهم حاجه تلحق اللون، لان مشروع زي ده لماونتن فيو الوحدات فيه مش هتستناك. كلمني.